كاين واحد المفهوم ديما كيدور في المجتمع ديالنا اللي هو الزهر. فين ما مشيتي تقدر تسمع الناس كيقولوا عنده الزهر، ما عندوش الزهر. ولكن واش الزهر فعلا كاين ولا غير وهم دايرو الدماغ ديالنا؟ باش نفهموا هذا الموضوع خاصنا نرجعوا لطريقه تفكير الانسان من قديم الزمان. البشر كان كيبغي يلقى تفسير لاي حاجه كتوقع. ملي كطيح الشتا كيقول كاين شي سبب غيبي، وملي شي حاجه مزيانه كتوقع كينسبها للحظ. والمشكل ان هاد التفكير بقى معنا حتى لدابا رغم التقدم العلمي. علم النفس كيسميها الظاهره الاعتقاد في السيطره الوهميه، بمعنى الانسان كيبغي يحس انه قادر يتحكم في الاحداث حتى في الاشياء اللي ما عندوش فيها يد. مثلا كتلقى شي واحد كيدير طقوس قبل ما يلعب ولا قبل ما يمشي لمقابله عمل، حيت في المخ ديالو يحس ان داك الفعل غادي يجيب ليه الزهر. كاين حتى بعض الدراسات في هذا الموضوع. مثلا في جامعه هارفارد داروا تجربه على الناس اللي كيلعبوا العاب الحظ، ولقاو ان الناس اللي كيحسوا انهم متحكمين ولو شويه يتفاعلوا احسن وكيبان عليهم الارتياح، مع ان النتيجه ما عندها حتى علاقه بسلوكهم. هادشي كيبين ان الزهر في العقل البشري ماشي مجرد كلمه، بل احساس بالتحكم في المجهول. ومن جهه اخرى العلم كيبين ان الاحداث في الحياه كتوقع نتيجه لمجموعه من الاسباب، قرارات، ظروف وتفاعلات معقده. ولكن حيث الانسان ما يقدرش يشوف هذه الاسباب كامله يجمعها في كلمه واحده: الزهر. يعني باختصار الزهر ماشي طاقه سحريه، هو طريقه الدماغ في تفسير الصدفه. والصدفه راها جزء طبيعي من الحياه، ولكن الانسان كيضيف لها المعنى باش يحس بالطمأنينة. في هذا الجزء غادي نحاولوا نفهموا علاش كيبان لنا ان الزهر غير منصف، علاش كاين اللي كيبان عنده الزهر في كل حاجه وكاين اللي مهما دار ما كيتوفقش. واش فعلا الكون كيعطي الزهر لبعض الناس ويحرم اخرين، ولا كاين تفسير اخر؟ باش نجاوبوا خاصنا نعرفوا ان الزهر في الاصل ماشي حاجه كتعطيها الحياه، ولكن طريقه الانسان في التفاعل مع الصدفه. العلم كيشوف الزهر من زاويه الاحصاء والاحتمالات. مثلا في شي لعبه ولا في قرار مهني كاين دائما نسبه نجاح ونسبه فشل. الفرق بين الناس هو كيفاش كيتعاملوا مع النتيجه، ماشي النتيجه نفسها. كاين واحد المفهوم مهم في علم النفس السلوكي كيتسمى الانحياز الادراكي. هذا الانحياز كيخلينا نحسوا ان الزهر كيميل لجهه معينه، ولكن في الحقيقه اللي واقع هو ان دماغنا كيركز غير على الحالات اللي كتعزز الفكره اللي مؤمنين بها. مثلا ملي كتخسر كتقول انا ما عنديش الزهر، ولكن ملي كتربح كتنسى وكتقول كنت اصلا غادي نربح. والنتيجه هي انك كتغذي فكره انك منحوس غير لحقاش دماغك كيتجاهل اللحظات اللي كنتي فيها محظوظ. العلماء كيزيدوا يشرحوا هاد الظاهره ان الناس اللي كيشوفوا الزهر سلبي كيتصرفوا بطريقه كتجعلهم فعلا يفشلوا اكثر. يعني الايمان بانك ما عندكش الزهر كيبدا يصنع ليك واقع بلا زهر. حتى في البيولوجيا كاين واحد التفسير مثير، بحيث ان الدراسات بينات ان الدماغ كيتفاعل مع الامل بطريقه كتاثر فعلا على النتائج. الناس اللي كيتوقعوا الحظ الجيد كيتزاد عندهم افراز الدوبامين اللي هو هرمون السعاده او هرمون التحفيز، وهذا الشيء كيعطيهم طاقه وحماس وفعليا كيرفع فرص نجاحهم. اذا الزهر ماشي مجرد صدفه، الزهر كيتشكل من طريقه تفكيرنا وطريقه تعاملنا مع الحياه. كل ما كنتي كتآمن ان الحياه ممكن تعطيك فرص، كل ما كنتي فعلا كتشوفها وكتستغلها. من بعد ما شفنا في الاجزاء الاولين كيفاش الدماغ كيفسر الزهر وكيف كيأثر بالتفكير ديال الانسان، غادي نحاولوا دابا نفهموا الحقيقه العميقه.
واش الزهر فعلا قوة خارجية كتحكم في المصير ولا غير طريقة ديال التفكير كتصنع النتيجة؟ العلم كيعطينا جواب واضح، ما كاين حتى دليل على وجود طاقة سميتها الزهر، ولكن كاين دلائل قوية على أن الإيمان بالزهر كيتحول لعامل حقيقي في الحياة ديال الإنسان. يعني ماشي الزهر اللي كيتحكم فيك، بل انت اللي كتخلي الإحساس بالزهر يخدم لصالحك أو العكس. من الناحية النفسية، الإنسان اللي كيشوف نفسه محظوظ كيعيش بثقة وكيغامر أكثر، وهاد الجرأة كتعطيه نتائج إيجابية. بالمقابل، اللي كيحس براسو منحوس كيبقى متردد، وهاد التردد هو اللي فعلا كينقص من الفرص ديالو. يعني الزهر ماشي سبب، هو نتيجة للطريقة اللي كتعيش بها. كاين حتى واحد مفهوم في الفلسفة الحديثة كيتسمى الصدفة الهادفة، وكيقولوا فيه أن الحياة فيها بزاف ديال اللحظات اللي كتبان صدفة، ولكن كتجي في الوقت اللي كنتي مستعد فيه ليها. مثلا أنك تلاقى مع شي شخص بالصدفة ويكون سبب في أن حياتك تتغير للأحسن، أو تلقى فكرة في كتاب ما كنتيش ناوي تقراه وتكون هي المفتاح ديال مشروعك. هادشي العلم ما كيسميهش زهر، كيسميه تفاعل بين الاستعداد والفرصة. إذا منطقيا الزهر ما هو إلا مفهوم كيجمع بين التفكير الإيجابي والعمل المستمر.